اسمي محمد ديب صباط. اسمي الحركي عنتر. محل وتاريخ ولادتي عفرين مريمين 1997 12/25. أنا ولدت في ضيعة مريمين، وبعدين نزلت ربيت بحلب، وبعدين كملت ربينا بحلب. يعني نحن عيلة إنه طبيعية، يعني لا هالفقر ولا هالزنقة، هي عيلة بسيطة. يعني وقت جيت على ضيعتنا ربيت بحلب ودرست بالمدرسة ووصلت لصف التاسع، وبعدين يعني حالي المادية هي تعبانة ميكن، وطلبت من أبوي إنه بدي أبطل من المدرسة وأروح أساعده يعني. ونزلت اشتغلت مصلحتي ميكانيكي، ضليت فيها سنتين. بعدين قامت على حلب وطلعنا على الضيعة. طلعت على الضيعة وبركنا، يعني أنا وأهلي بركنا بكوخ صغير يعني كان بيت تعبان ميكن أول ما بلشنا فيه وبعدين شوي 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 الحمد لله. بعدين صار أبوي اشترى لنا غنم وطلعنا صرنا نرعى فيه، وكملنا هيك. وبعدين أجوا علينا الدواعش، يعني وأهل ضيعتنا ما تحملوهن. يعني نحن ضيعتنا ضيعة إنه بسيطة، يعني لا زنقيلة ولا شي، عايشة والحمد لله عايشين. بعدين فاتوا علينا الرفاق، يعني وأنا من شفتن يعني كنت صغير وقت شفتن، حبيت فاتوا معهم قرايبيني، فاتوا معاهم قلت لهم أنا بدي أفوت معاكم مع الرفاق. قال إيه أهلا وسهلا، اليوم ناخدك على الرفيق تفوت لعنده وتحكي معاه إنه بدك هذا. فتت مع الرفاق يعني وتعمقت فيهم. يعني أول مرة ضليت بارك، يعني باركت أسبوع إنه مشان تعود عليهم. بعدين قالوا لي في تدريب سلاح، قلت لهم تمام أنا بتدرب عليه. دربوني على السلاح. بعدين طلعنا على منطقة اسمها أحرس ورابطنا فيها، يعني ضليت مرابط فيها شي تقريبا السنة. كنا مرابطين على الدواعش، مرابطين عليهم، ضليت سنة تقريبا هنيك. وبعدين قالوا في حملة بدنا نفوت على الدواعش. سألونا جاهزين ما يكون جاهزين، قلنا له نحن جاهزين. وفتنا على أمحوش. بعد أمحوش فتنا على أحرس. هلا أول حملة فت فيها إنه ما راح أقول لك، يعني أول شي كنت متخوف، يعني فايت فيها متخوف، يعني أول مرة إنه فايت فيها. بس من أشوف رفاقي ومتحمسين وفايتين، وأنا صارت تجيني قوة أكتر. وفت معاهن كملنا على محوش. بعد محوش فتنا على أحرس، كمان هون تعذبنا يعني كتير، تعذبنا فيها. بعدين طلعنا على النيرابية. بعدين من النيرابية طلعنا على السموقة. السموقة ضليت فيها فترة 3 أشهر، بس معاناة قوية يعني من النوم ما نعرف النوم طاول، يعني بالدقيقة ننام فيها بده يهجموا علينا. بس هون كانوا إنه الجيش الحر صار يقتحم علينا وصار يعني يضربنا، وبعدين قاومناه. بعد 3 أشهر ببيت، باركين ببيت، بيوت جنب بعضنا نحن الرفاق، باركين جنب بعضنا. هجموا علينا بالمفخخة وفجرت، والحمد لله هون ما صار شي للرفاق. بس ضربونا بقاذف، ضربونا قلب غرفة. استشهدوا معانا 3 رفاق. يعني كانت الحملة صعبة ميكن، يعني شلون بدي أوصف لك إياها. يعني تأذينا منها كتير، يعني أكتر شي يعني عدت علينا أيام ننام بالشوارع بس ما نحسن ننام، عيننا تخفي بس ما نحسن نخفي. اتقلت علينا ميكن. ورجعت أعطوني إجازة 15 يوم، قالوا لي ريح بالبيت مشان في عندك شغلة تانية. قلت لهم تمام. وأنا رحت لهونيك على البيت، رجعت وأجوا رفقاتي ويعني وقرايبيني يسألوني شلون كانت حملتك وأنت شلون فتت وشلون هذا. قلت لهم ما في أحلى منه، بالعكس أنت الحكي مو مثل الشوف، يعني روح اطلع واتفرج بتعشق أكتر. بعد ما خلصت إجازتي ويعني وأخذت من رفقاتي 2 3 ورحنا انتسبوا عليهم وحبوها لهالشي.
بعدين طلعت بعد 15 يوم خلصت إجازتي، طلعت رجعوني على المنطقة السموغة، بركت فيها نوبتي أسبوع ورجعت على البيت. ما ريحت 3-4 أيام قالوا لنا بدك تطلع على الرقة. قلت لهم تمام أنا جاهز أطلع على الرقة. طلعت على الرقة وبركت بالجزرة. أول ما جينا بركت بالجزرة، ضليت بارك أسبوع. بعدين قالوا لنا في يعني بدك تفوت اقتحام على الدواعش. قلت لهم أنا جاهز ما عندي أي مانع. قال طابورك كان الرفيق حموي، وعنا الرفيق كان خالد الشعبان، هدول يفوتوا معانا. وفتنا يعني كان قتيلهم شرس ميكن، يعني ما توقعت انه اتخيل مثل امحوش او احرس انه قتيلهم هيك. وفتنا وجينا على دوار الباسن، وربطت بمباني، كنا مرابطين بمباني خط الصفر. كنا نحن 12 رفيق باركين فيها. يعني صار معانا معارك كتير، يعني ما يخلونا ننام، يعني وجه الصبح يفوتوا علينا، يا يفاتوا علينا بالمفخخات، يا ما عرفوا أي سلاح لما جربوا علينا. واستشهد معي رفيق نزير من إدلب، هاد قدامي، يعني كنا أنا وياه أعز من الأخوة لبعض. أنا أعطيته وعد إله، قلت له بدي أكمل بهالطريق لآخر نفس بجسمي. يعني أنا تيأست من الحياة، بس إنه أنا رجعت أعطيته وعد. وقت أجوا أهله وأخذوه، أنا أعطيته وعد. أول ما ياخذوه أهله أعطيته وعد، قلت له أنا لأكمل في طريقك ولآخر نفس يكون بجسمي. بعدين رجعت باركت عند رفاقي بالجزرة. يأست، يعني فت بحالة نفسية ميكنة، ما ضل لي أهوى شيء. يعني كل رفيق أحبه أو إنسان أحبه يروح من قدامي أتيأس. بركت ضليت بيجي 15 يوم أنا بارك مع رفاقي ويحكوا معي ما يستفادوا شيء. تيأست من الدنيا. رجعنا طلعنا وقال بدنا فوت أنت، يعني تودي أغراض لرفاقك وترجع. أعطوني سيارة، سلموني سيارة وإنه قالوا لي تروح تودي أغراض لرفاقك، يعني لازم تودي لهم إياهم. ضليت على الحالة 20 يوم. بعدين قالوا بدنا نفوت تمشيط، جاهز تفوت فيا ولا مالك حابب تفوت؟ قلت له لا بدي فوت، أنا لسه ما طبيت. بس أطب هداك الوقت قالوا لي لا تفوت، أنا لسه ما طبيت أكمل. فتنا نحن يعني 22 رفيق، فتنا على التمشيط بالمنطقة الدرعية. فتنا تمشيط بشبكة ألغام، شبكة ألغام، يعني نحن ماشيين عم نتفرج عليهم إنه هاد لغم وهاد لغم وهاد لغم، عم نتفرج عليهم. فتنا لآخرة الحارة ورجعنا. برجعتنا أنا اللي دست على اللغم. سمعت إنه على دوسة اللغم، سمعت فيه رفاقي معي، يعني واحد قدامي واحد والباقي وراي. الوراي والقدامي قال لهم بعدهم من حوالي، خلي رفيق واحد يستشهد أحسن ما يستشهد الطابور كله. يقولوا لنا لا، فتنا سوا بنطلع سوا. ما بقى أتحمل، يعني هون دم بجسمي ما ضل، دايس عليه أنا بإجري، هي دايس عليه وما بقى أتحمل، بدي أشيل. قال تمام بدك تشيل شيل. بس كان معانا واحد يعني إنه فايت بالأمور هي تبع الألغام وما ألغام، فايت فيها. قال لي لا تشيل أجرك وأنت واقف. قلت له يعني شلون بدي أساوي؟ يعني أبرك عليه؟ قال لي لا،
قال لي طول ما أنت دايس عليه اسحاب إجرك وخلي رؤوس أصابعك الكابسة، وبس نام توصل للأرض اشلوف حالك أمضي طاحت شطح بالأرض عشان ما يأثر عليك شي. إذا شلته أنت واقف بجوز لا سمح الله إنه تستشهد أو بجوز تصيبنا إلنا. قلت له تمام. المهم هيك طوّلت معانا يعني ما في إنه ال5 دقايق عم نحكي بهالشي، بس أنا حيلي مقطوع ودم ما ضل بجسمي. شرفت حالي بالأرض وتصوّبنا. أنا من الغبرة ما حسيت على حالي، من الغبرة قمت حملت حالي بدي أقوم، إجري 2 طقوا، سمعت صوت يعني إنه طق، بس ما في وجع، جرحي سخن ما في وجع. خفت الغبرة ولا رفيقي المقابيلي هيك ضربته من هون طلعان إيده، ورفيقي اللي وراي جاي علي حنكه كامل زوق هون يعني ومغربل غربيل، وأنا إجري من قمت إجري. رفيقي قدامي مفتاح السيارة أعطيته إياه، قلت له اركب السيارة حدا يجي يشيلنا، يعني إنه نجيب رفاق يجي يشيلونا. راح رفيقي رقد، ما ضل فيه حيل يرقد، ما هو رقد مسافة واحدة ولا طابب بالأرض دايخ من صفي دمه دايخ. وكانت جاية رفاق فايتة سمعوا صوت الانفجار، أجت رفاق أجوا علينا قال لهم أنا عيفوني روح على رفقاتي لساتهم باركين هونيك. كان واحد من الرفاق يعني أنا ألمي مالي حاسس فيه سخن ماسك إجراي ماسكهم هالمسكة هيك ورافعهم التنتين. أجا رفيقي علي أنا عيفني بارك هون امشي وروح، شفت حدا بعتهم قال لي إيه دمه من هون عبشر، ما إنه مفكرين إنه إيده عبتشر، يعني وجهه كان هيك مغربلة. فتحنا له شقت له كنزته ونفر علي الدم يعني كب على جسمي. كان شملة في شملة على راسي ربطت له إياها، قلت له روح قدامي أنت خلص حالك، يعني أنا اللي دست على اللغم وهذا نصيبي يعني خلاص يعني أجا يومي. بعد ما راح رفيقي بعدين أجتنا الرفاق سيارة إسعاف أجت علينا دا يفوتوا علي ما يحسنوا خايفين لأني مبين شايفين اللغم، هذا اللغم من هون وهذا اللغم من هون وهذا اللغم من هون، يعني منظر بيخوف فعلا بيخوف. يعني وقت الفتنة يعني نحن فايتين خايفين عرفانين حالنا ما رجعانين صاغ وقت فتنة. بالزور لفاتوا علينا 2 من الرفاق يعني عم بيمشوا عروس أصابعهم خايفين لا يجي خيطنا الخيطان. شالوني ومشينا. هون صرت أتألم هيك. أخذوني على مشفى بالرقة بالمدرسة ما استقبلوني، أخذوني على كوباني. بس من وصلت كوباني يعني يمكن طول الطريق أنا صوتي معبي الدنيا. المهم وصلنا على كوباني فتنا لهونيك وكانوا في رفيقات وفي ممرضين. شافوا أكتر واحد إصابتي أنا، أكتر واحد يعني متضر، يعني مبين هداك المضروب بإيده والهدوك كان شفتهم قدامي هدوك ملحقينهم. فت لهونيك ولا مباشر قالوا الرفيق فوتوا الرفيق هذا إصابته أخطر واحد فيهم، يعني أنا أكلتها بجري وأكلتها بإيدي غربلة ومغربل، بس جري التنتين يعني إنه شايفهم بس معلقات خيطان. وفتنا لهونيك كان الدكتور محمد كردو، سألته سؤال واحد قبل يعني إنه ما غيب عن الوعي، قلت له دكتور إجري بضل ولا بروحه؟ قال لي لا تخاف. خدروني هون وبعدين ما حسيت على حالي. بعد ب10 أيام ما فقت اجتني ممرضة قال رفيق عنتر كيفك؟ قلت له تمام بس لساتني دايخ مالي انه هالصحيان.
قال كيفك؟ قلت له تمام الحمد لله. قال شلون وضعك؟ قلت والله بخير، بس طالعيني لبرا بدي أشم هوا برا وأشرب سيجارة، إذا بتسمحوا لي إذا هون بشرب أو طالعوني لبرا بدي أشرب سيجارة. قال ما تشوف إصابتك؟ قلت لا إيش بدي أشوف في إصابتي؟ حسيت عليها من أول ما فقت. قال إيش بدك يعني إيش بتحكي هيك؟ قلت له ما بحسن أحكي، يعني ربي خلقني كامل وأخذ قطعة من جسمي، يعني إنه أعيط أبكي بترجع، لضل أبكي طول العمر لخليها ترجع. المهم طلعت لبرا وطلعوني لبرا والرفاق جابوا لي كاس شاي وأعطوني سيجارة ودخنت وعين الله علي. ما في نهارين طالعوني من عناية مشددة إنه اطمنوا علي إنه ما فيني شيء، أخذوني على غرفة تانية. يعني وقت فت هالغرفة حسيت حالي أنا الصاخ بقلب هالغرفة، يعني عدت علي مواقف أنا بألف نعمة. يعني عدت معي رفاق اللي رايح إيدي واللي رايح أجري واللي معاه بحسن بقوم من على التخت، يعني بس رفيق واحد كان هذا الوحيد اللي زعلت عليه. أيام يجيبوا لنا الفطور أو الغداء أنزل من عند تختي أركب الكرسي وأروح لعنده أطعميه بإيدي، نقوم نضحك ونفرح، يعني ما نتيأس من الحياة تطول، نضحك نفرح. مثال طفي التلفزيون، قال له لرفيقي وين أنت جاي تعرج؟ جاي تعرج بحارة مكرسحين؟ مين بده يقوم فينا يطفي التلفزيون؟ يلا أنا قايمين نقوم نروح أطفي التلفزيون. يجي التاني آخر واحد مثال عنده إيديه وإجر، قال لي عنتر ما في غير أنت الصاغ فينا، قوم. قال له لوين بدك؟ قال لي قوم طفي لنا الضوء أو قوم جيب لنا مي نشرب. أنا بالعكس يعني إنه أفرح، فرحان أنا، يعني حطوني بغرفة فرحان. هون بعد شهر و10 أيام قلت له من بعد إذنك إذا وصلت لعند أهلي خبرهم إنه أنا بخير ما فيني شيء وإن شاء الله جاي مالي مطول. قال لي تكرم عيونك وبخليهم يحكوا معك على الهاتف. كان معي هاتفي وكنت اخذيه حاطينه بالإدارة تبع المشفى. كانت أم وحدة والله يذكرها هلا بالخير، يعني أجت علي كان ابنها أطعمية أنا بإيدي، فاتت عليها الغرفة قالت لي ليش أنت بارك جوا؟ قلت لها عادي بارك جوا عادي بدي ريح، أجت وقت تريحتي بدي نام. قالت لي لا قوم اطلع لبرا. قلت لها هلا شوي بطلع لبرا. قالت لي لا قوم اطلع لبرا لأني حاسة عليك. قلت لها تمام. قمنا طلعت معاها لبرا، طالعت دخان عطتني، قال شايف هاد معك حكالي عنك كتير وأنا حبيت أجي أتعرف عليك. قلت له أهلا وسهلا أمي إيش هالشغلة؟ قال أنت اللي عم تدير بالك على ابني؟ قلت له يعني إيش ما أنا ما عم بساوي شي، رفيقي بقلب الغرفة وبدي ساعده، إيش ميكانيك وبدي ساعده. قال تمام أنت أهلك ما أجوك؟ قلت له لا والله أهلي بعيدين إني بعفرين ولسه ما بخبروا عني شي لحتى يجوني. قالت لي تمام معناتها أنا وحدة أنا من مقام أمك. قلت له وعز. قال كل ما أجي لهون بدي أجي لعندك تكون مع ابني برا بدي أشوفكم على التخت سوا. قلت له تكرمي بنكون سوا. بعد الزيارة ما في نهارين 3 أنا نايم الصبح بكير أجوا علي هونيك الرفاق بالمشفى قالوا لي تعال في إلك مكالمة. قلت يا ربي بس ما تكون يعني بتكسر قلبي الكتير هي أمي. المهم جيت أنا قلت بجوز رفيقي داخلي، قلت له روح معناتها أحكي معه أشوفه وصل لعند أهلي ما وصل. طلعت لبرا أعطوني تليفوني مشغلين تليفوني أعطوني إياه. قال اطلع
طالع كرسيتك بس غطي حالك مشان ما تبرد، واطلع لبرا وروح احكي. قلت لهم مين؟ قال هلا انت بتعرف لحالك. انت بمين شاكك؟ قلت له شاكك بانسانين، يا اهلي يا رفيقي اللي كان معي هون. قال ما في حدا مخصص من هدول اللي عم تذكرون؟ قلت لا في، بس متمنيه ما يطلع قدامي لاني ما راح اتحمل حالي. هم قالوا لي تمام، خذ تليفونك وروح عشان ما نتاخر عليك. رحت في الدق التليفون، فتحت المكالمة تطلع بوجه امي، صح لي ابني احكي معي. ما احسن. المهم طلعت وانحلت وجيت لهون عند رفاقي بعد ما طلعت من عند اهلي يعني، ورجعت على رفقاتي. يعني كنا بضيعتنا بال، وصارت علينا حملة من طرف جيش الحر واحتلال التركي. إيه أنا طلعنا كل الرفاق يعني من هذيك المنطقة، وجيت على منبج ضليت سنة ونص. بعدين قالوا لي الرفاق إنه بدك تغلب على مؤسسة جرحى. قلت لهم تمام بغلب على المؤسسة. قال مالك حابب تركب يعني طرف؟ قلت لهم شو لك يعني؟ هذا أحلى يوم بحياتي إذا بدي ركبه. يعني بهداك اليوم إنه صارت معي فرحتين وما بتمنوا لحدا يعني ستني كثير بعد من طلعتي على عفرين. يعني 8 سنين أنا أهلي ما شفتهم، يعني ما شفتهم طول، ما بقى أحسن أروح لعندهم. المهم قلبت على فردشتون تبع الجرحى وبركت عندهم، عالجوني فيزيائي. بعدين قالوا لي بدك تطلع القامشلي مشان ياخذوا لك قياس طرفك وتركبه. قلت لهم تمام أنا جاهز. طلعت من هون ورحت لعندهم، بركت مع الرفاق ضلينا نهارين 3 وعلى ضحك ومزح. جهز حالك وجه الصبح بدنا نمشي عشان نوصل القامشلي بكير ما تحمى علينا الشمس، وانتم مصابين ما نحسن نمشيكم كتير على الطريق. قلت له تمام. المهم وجه الصبح طلعنا واخذناها على طول هالطريق. يعني معي رفاق اكتريتهم يعني في منهم ايدين وفي منهم رجلين، بس ياخذينا بكل ضحك وبكل مزح طول الطريق. الحمد لله مشيت، وبالعكس اجتني فرحة كبيرة. بعدين جيت لهون، رجعت على رفاقي لهون على منبج، وضلينا باركين ومبسوطين عن أحلى رفقة. بعدين قالوا لي إنه بدك تجي في الرفاق، إنه فتحوا دورة تعليم عن فكر القائد، وجينا لهون وفتنا عليهم بالتعليم. يعني وكان كل رفيق يجي يعطينا درس، تعامله كان كويس، يعني شرحه حلو. رفقاتي اللي بالجرحى بالتدريب يعني من رفقات بمعنى الكلمة، إنه رفقات مبسوطين يعني مشاركين بالدروس. يعني هيك لساتنا بنقوى أكتر وأكتر. أنا جيت لهون كرمال بس يعني إنه أتعلم، لأني إنه قرايتي ضعيفة وكتابتي، وأتعلم فكر. بس على فكر هالقائد يعني فتنا بكتير شغلات اللي إحنا كنا ما بنعرفها. حياتي العسكرية كانت أحلى من حياتي المدنية.
يعني كل ما أشوف رفقاتي قدامي ويعني إنه مشاركين ومتابعين بهالموضوع كنت بالعكس أتعمق أكتر. يعني ما تيأست إنه خلص إنه أنا صرت كسيح بالأرض ما عاد أحسن أتحرك، بالعكس أنا لسه بحسن بساوي شي كتير، لسه ما انقطع النفس مني، بحسب بساوي كل شي وبعمل كل شي. فكر القائد يعني وثقافة القائد جيت أتعلم فيها لحتى أنشره لهالشعب، نعطيها للشعب. يعني اللي إحنا أخذنا دروس عن القائد وأخذنا عن المدافع عن الشعب، بحكي لرفقاتي الجرحى بالشفاء العاجل بالنفسية العالية، ولا يتيأسوا من هالحياة، بالعكس يكملوها، لسه معهم طريق طويل قدامهم، لا يتيأسوا، يكملوا طريقهم بكل قوة ولا يخافوا من هالشي. والحمد لله طول ما فينا نفس مقاومين. وبحكي لرفقاتي اللي على دوامهم، بتمنى منهم انه يضلوا على حيلهم. كلا القائد بطلب شغلة واحدة بس، الله يفك أسره ويرجعنا إياه بخير وسلامة.